الذي أحرج اليابان المنتصر عليه بصعوبة قبل 6 سنوات يوم 3 من أغسطس من العام 2004 في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية. لحظات صعبة للقاء مجنون يعد ضمن أجمل اللقاءات في تاريخ البطولة الآسيوية إن لم يكن أروعها، حيث اهتزت الشباك من هنا وهناك. بدأ بها المنتخب البحريني بهدف مبكر في الدقيقة 6 عن طريق علاء إحبيل، وعدل الأزرق الياباني النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدف ناكاتا كوجي، ثم عاد تمادا بالهدف الثاني بعد 6 دقائق ليضع اليابان في المقدمة. وبعد ضغط بحريني متواصل نجح علاء إحبيل مرة أخرى في تعديل الكفة لمنتخب بلاده بإحرازه التعادل في الدقيقة 70. وقبل نهاية المباراة ب5 دقائق ظنت الجماهير البحرينية بأن منتخبها قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا في الصين بعد إحراز المهاجم دعيج ناصر الهدف الثالث للأحمر، إلا أن ناكازاوا أنقذ الساموراي من خسارة محققة، وذلك بإحرازه هدف التعادل الثالث، لينتقل الفريقان للأشواط الإضافية التي مكنت اليابانيين من هز الشباك البحرينية للمرة الرابعة، لينتهي اللقاء التاريخي للساموراي الياباني ب4 أهداف ل3.